السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة، مرحبا بكم في قناتكم وقناتي وصفات موني مغربية في إطار تحضيرات حلويات العيد. اليوم نشوفوا إن شاء الله واحد البلاطو هماوي بريستيج بعجينة واحدة، خرجنا منها بزاف التشكيلات ومذاقات مختلفة. نبقاو مع الوصفة وطريقة التحضير كالعادة. ما تنسوناش من لايكاتكم وتعليقكم زوينة، كيف ما ممكن لكم تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء والأحباب باش تعم الفائدة فضلا وليس أمرا. لعل بركتين بعد الصلاة والسلام على رسول الله. هنا غندير نص عجنة، عندي 125 غرام ديال الزبدة. نستعمل هنا زبدة حيوانية اصل حيواني. غنستعمل كأس ما عامرش من بين السكر الثقيل والسكر سنيدة اولا سنيدة طحنوها شي شويه، معلقه ديال الجليكوز، طريقه ديال الملحه وجوج بيضات. اذا على بركه الله، اول حاجه غنعجن هاد الزبده مع السكر كيف ما شفتوا. شديت سنيده رقيقه وطحنتها شي شويه باش يبقى ليا داك الصابلي كروستيون شي شويه، مع شويه ديال المليحه ومعلقه كبيره ديال الجليكوز. وهنايا غنعجن مزيان مزيان حتى تولي بوماد هاد الزبده ودخل فيها السكر مزيان. هنا خلينا الزبده بدرجه حراره المطبخ وغنضيف ليها هاد جوج بيضات حتى هما تيكونوا بدرجه حراره الغرفه. نمعكم مزيان. هنا ملي معكتها مزيان مزيان غندخل فيها واحد نص كاس اولا ربع كاس ديال الزيت. والزيت هنايا درت غير شويه تتبقى اختياريه، الا بغيتي ديريها ديريها، ما بغيتيش ديرها بلاش، لان حنا دايرين هنا الزبده من اصل حيواني. اما الا درنا زبده نباتيه فمن الضروري غنديروا هذاك كاس نص كاس ديال الزيت باش يعطي الدهون في العجنه. اذا هنا نعجن مزيان، ندخلوا هذيك زويته مع السكر والزبده ندمجوهم مزيان. غنضيف الدقيق وفي الاخير غنبدا نجمع. غنضيف الدقيق بالتدريج شويه بشويه حتى تنحاول ندخل شويه الدقيق شي شويه. هنايا العجينه ديروا فيها نسمه اما ديال الفاني، يعني فاني سائله اولا بودر، اولا حتى اللي بغى يدير الناطا ولا النكهه ديال البسكويت في الاول، لاننا العجينه غنقسموها على جوج اولا ثلاثه على حسب النكهات. اذا هنا الجزء الاول غنبقى نضيف له الدقيق بالتدريج حتى تنجمع العجينه. نعجنوها كذلك باطراف الاصابع كما فين كندير للصابلي، هذا بنكهه ديال الفاني. والجزء الثاني من العجين غنضيف له واحد جوج ديال الفرomاج اولا ثلاثه، غنمعكم فيه مزيان وغنضيف له شويش ديال الملحه باش نديرو به البريتزال. والاجزاء الاخرى وحده غنديروها البخاليني والاخرى غنديروها بالبيستاش. لان هنا خديت واحد الكميه خليتها فاني. هنا واحد الكميه، هنايا واحد الكونتيتي، ها هي ما دخلتش فيها بزاف ديال الدقيق، درت فيها واحد المعلقه حتى لجوج ديال البخاني ديال اللوز. انا اولا املو، انا هنا درت املو مسوس، يعني ما عندي بلا سكر، يعني بحال البخاليني. كيعطي واحد المذاق رائع، واحد الطيبه روعه بمكان، وكيعطي واحد الهشاشه في هذا الصابلي لا توصف. اذا هنا غنديرو وغندير فيها حتى شويه ديال النسمه ديال البخاليني، نكهه ديال البخاليني، راس المعلقه هنا ديال البخاليني. وغنعجن وغنبدا نضيف الدقيق بالتدريج. وهنايا دائما راه كنديرو غير اطراف الاصابع هكذا ونجمع. نضيف الدقيق الكافي ونجمعها ونوضعها في كيس بلاستيكي نحطها في الثلاجه بقى نكمل الاشكال الاخرى.
اذا هنا غناخذ واحد الكيس بين جوج اكياس بلاستيكيه اولا ورق الزبده، يستحسن نديرو كيس بلاستيكي. انا العجينه شويه حيت انا خليتها في الثلاجه تمشي تساليت شغالي، يمكن لكم تجبدوها بشي شويه. وانا كنحاول نطلقها وقطعوها باي مرشم تفضلوا. انا هنا قطعتها بالمرشم ديال العوينه. وحتى بالنسبه للتعليكه راه سبق لي وضعت لكم التعليكات، ديروا التعليكه اللي كتفضلوا اولا غير الشوكولا ذوبوه بحال كنعرفوا الشوكولا هو تيجي رائع فيها. وكندخلوها على فرن على 160 150 درجه حتى تطيب بالعقل المهل باش كيجي فتي حتى في التحميره تاعو تيجي مزيان. اذا هنا راه ساهل هاد المرشم في التقطاع، وحتى العجينه راه كتعطي الطول وكتعطي كميه رائعه واشكال اللي ما كديموضاش. اذا بنفس الطريقه غناخذ انايا العجينه ديال البيستاج اللي سبق ليا لونتها بلون اخضر وبيستاج. غنقطع حتى واحد مول مربع، اختاريت انا واحد الموتيف كاري وواحد اخر دائري غنستعملوه في العجينه ديال الفانيليا اللي غنزينوها باللوز ايفيلي محمر. وكنوضعوا هادشي كامل في الطاوه اللي كنكونوا حاطين ليها سميتها بابي اولا سيلبات، كنوضعوها في الفران طيب بالمهل حتى تيتحمر. هي الصابلي ديالي كامل انا كنوجد كلشي دقه وحده وكنحط في الطاوه حتى تنسالي الاشكال ديالي كاملهم. العجينه الثانيه هي العجينه اللي خليناها بالنكهه ديال الفاني اولا الناطا. هنا غنقطعها وغنديرها ضفت لها شويه ديال المليحه زايده وشويه ديال الفرماج في العجنه. حتى ديالنا نقطع ما تصورش يعني من العجنه وحده غنديروا منها بزاف الاشكال. هنا غنقطع على بهذا الصابلي البريتزل غير الشكل ديال البريتزل غير ردوا البال. هاد المول صعيب في التقطاع بزاف بزاف. كنحاول كل ساعه كنرشموا العجينه. هنايا غنخليوها شويه غليظه شويه لانه ما غنلصقوهاش، غادي نغطسوها في الشوكولا مع اللوز كونكاسي، بالتالي ما غنحتاجوش نديرو رقيقه. هنايا كنحاولوا ما امكن نهزوها هكا حتى للطاوه وكناخذوا شي عويد اولا شي سكين وكنزولوا ليها هادوك الشيء اللي لداخل، حيت الا حيدناه من الديبار ملي كنبيو نهزوها كتهرس. هذه احسن طريقه وكنستمر هكذا حتى تنسالي. بنفس الشكل درنا العجينه ديال لاباطا بيستاج، درنا فيها البيستاج صوت بهم هاد لي مول هاد لي فون دو تارت. ودرت لها نفس الشيء بالنسبه لقطعتها كاري، درت لها لا غوم دو بيستاج ولا باطا بيستاج وشويه ديال بودره البيستاج. اذا هنا اول حاجه في التزيين بعد ما طاب ليا الصابلي هنا الشوكولا يستحسن شوكولا تكون نوعيه جيده ذوبتونا في حمام مائي. بقينا كنضيفوا ليه بالتدريج اللوز كونكاسي محمر، كنضيفوا حتى تنشوفوا القياس ديالنا. انا ما نعطيكمش الكميه لان على حسب الكونتيتي اللي درتو لا ديال الصابلي ولا ديال الشوكولا كي بغيتو. انا خدمت هنا فان هوتل، خدموا اي شوكولا كتفضلوا. اذا انا غناخذ فورشيت اولا كندير هكذا كنحاول نسوسوه بشويه. نتوما هاي لسنا بجد كتكسر اولا بحال احسن طريقه هي كنشدو نسكبو. شوفوا الصابلي تبارك الله كي مذهب رائع. غنديرو هكذا وغنكون دائما حاطه حدايا واحد البلاستيكه عليها علاش كنحطو مجرد ما كنحطو الصابلي ديالنا كندفعوه شي شويه باش ما يبقاش مزليه الشوكولاط بكثره. اذا نبقى هكا مستمره حتى تنسالي الاشكال الاخرى ديال الشكل هذا المربع ديال بيستاج. درنا ليه تاليكه ديال بيستاج اولا ديروا ليه ديال الحامض حتى هي تجي مواتيه مزيان وكنزينوه بالبيستاج نصوصه ديال البيستاج. هاد الدائري درتو بلاغوم ديال شوينغوم نفس العجينه العاديه
تاعت الفانيليا نفسها اللي درنا الاخرى اللي فيها النوغا ديال الزنجلان وبقات لينا ودرنا منها هذا الشكل هذا. درنا فيه تعليكه ديال مونغ. اذا البلاطو ديالنا هو هذا، تيجي رائع هماوي. نتمنى الوصفه تلقى استحسان، والى الملتقى في وصفه اخرى من وصفات موني. وعواشركم مبروكه.